أهلا بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى النقاش المغاربي، وفيه نتطرق إلى تونس وسباق الانتخابات الرئاسية في المنعرج الأخير. أيضا ليبيا إلى أين تتجه؟ حوار شامل أم معركة شاملة؟ والجزائر وتداعيات تراجع أسعار النفط على السلم الاجتماعي في البلاد. مع ضيوفي في الاستوديو السيدة بدرة جعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية وأستاذة علم الاجتماع العسكري. سيدة بدرة جعلول، أهلا بك ومساء الخير. شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة. شكرا، مرحبا. وأرحب أيضا في الاستوديو مشاهدينا الكرام بالسيد أحمد البرقاوي، الخبير في الجيو استراتيجية والجيو سياسية للعالم العربي. سيد أحمد البرقاوي، أهلا بك ومساء الخير. شكرا جزيلا لك أيضا على قبول الدعوة. كل الترحيب أيضا مشاهدينا الكرام بالسيد حسن مصدق، الباحث في علم الاجتماع السياسي في مركز دراسات العالم العربي والشرق المعاصر بباريس. سيد مصدق، أهلا بك ومساء الخير. شكرا على قبول الدعوة. إذن أولا تونس الآن والمنعرج الأخير، مترشحان للرئاسة، أسلوبان مختلفان وحملة متوترة. أبدأ معك أولا سيدة بدرة جعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية. كيف تابعتي أنت هذه الحملة ونحن في المنعرج الأخير؟ يعني شكرا حكيم. الحملة بطبيعة حملة كانت ساخنة جدا في تونس. هذا شيء ينبئ كأنها ظاهرة صحية، يعني أن تونس تمر بمنعرج نوعا ما خطير، ولكن هناك انتقال ديمقراطي، هناك إرادة للمجتمع المدني بأن تمر تونس بسلام للانتقال الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع. كانت مرت بسلام والحمد لله في الانتخابات التشريعية، وكانت جيدة جدا وأفضت والشعب التونسي قال كلمته وخيب آمال وأعطى الأمل لمجموعة كبرى. ثم الانتخابات الرئاسية الأولى وما ظهر منها من نتائج أعطت صورة ثانية للمجتمع التونسي، والمجتمع التونسي أعطى كلمته. وإن شاء الله نهار الأحد، واليوم بدأت الانتخاب في الخارج، وإن شاء الله نهار الأحد تونس تعطي كلمتها، الشعب التونسي والمجتمع يعطي كلمته. تحديدا أمس مساء على الساعة 10 بتوقيت تونس وحتى باريس بدأت في كامبيرا بأستراليا. دكتور البرقاوي، كيف تابعت أنت هذه الحملة؟ وأنا أتحدث ربما عن أسلوبين مختلفين في هذه الحملة التي وصفت بالمتوترة، رغم أن حدتها قد خفت خلال الأيام الأخيرة أو اليومين الأخيرين. يعني هذه الحملة تمثل، يعني حسب تصوري وتقديري، هذه الشمعة المضيئة في ظلمة العالم العربي. يعني أعتبر هذه الحملة الانتخابية في تونس مهما كانت سلبياتها، فهي ما أعطت على الأقل هذه الفرصة أن يتابع المواطن التونسي والمواطن العربي بشكل عام في أول تجربة انتقال ديمقراطي أن هناك صراعات سياسية سلمية يعني وحراك اجتماعي سياسي صحي كما كانت تقول سيدة بدرة جعلول. هذه الشمعة التونسية ما زالت تضيء هذه الظلمة العربية. سيد حسن مصدق، كيف تابعت؟ يعني كيف تتابع أنت الأمر؟ سباق المسافات الطويلة بدأ يقترب من نهايته. كل من المرشحين استوعب عناصر القوة والضعف عند منافسه. السيناريو الأول هو أن تفسح هذه الانتخابات الديمقراطية في تونس عن ديمقراطية لا مثيل لها في العالم العربي، بالرغم من حجم التحديات المطروحة الأمنية والاقتصادية بداية. لكن القطار الصحيح وضع على السكة، وبالتالي للشعب التونسي بكافة شرائحه وطبقاته الاجتماعية أن تحدد من هو الرئيس، علما بأن صلاحيات الرئيس محددة جدا في الدستور الجديد، وبالتالي نعرف مسبقا من سيقود الحكومة المقبلة. نعم، عن حق أو ربما عن غير حق هذه الحملة وحملة الانتخابات التي شارفت على النهاية اختزلت بالقول إنها مواجهة ما بين الحرس القديم سيدة بدرة جعلول وحرس الثورة. هل تتفقين أنت مع هذا الوصف؟ لا أتفق، وهذه يعني خزعبلات وكلام فارغ فعلا. أنا أستغرب من أن هناك من يلوح ويقول إن التهديدات وسنعود إلى السجون وما إلى ذلك، والمنظومة القديمة إلى غير ذلك. كل هذا غير منطقي. هناك إرادة، وقلت من الأول ومقصود أني قلت خيبت آمال العديد، مقصود نوعا ما، مقصود فعلا، لأن الشعب التونسي أدرك اليوم وذهب خطوة عملاقة يعني نحو
المسار الانتقالي واليقظة للمجتمع المدني وحرص المجتمع المدني على الانتقال الديمقراطي، وهناك مكتسبات للحرية وما إلى ذلك. فيعني أنه هذا التهويل وشيطنة أنه المجموعة التي عملت في النظام السابق، ثم شيطنة إنه الباجي قيد السبسي نقول أمور نسميوها بمسمياتها. يعني إن لم تجد عذرا فتقول إنه الباجي قايد السبسي هو من الأزلام أو من معه من الأزلام. الأزلام ربما أنا كلمة لا أحبها فعلا، ولكن لا يوجد أزلام ولا عودة للأزلام، ولكن هناك مجتمع جديد، مجتمع يبني تونس من جديد، مجتمع اللي سقط الحكومة الأولى والثانية، ومجتمع يسير نحو الانتقال الديمقراطي، فلا عودة إلى السجون ولا عودة إلى الديكتاتورية، لا عودة إلى الاستبداد. أستطلع رأي السيد أحمد البرقاوي في هذا السياق. يعني لا أشارك الأخت الفاضلة يعني في هذا التحليل، وأعتبر أن التاريخ قد بالعكس يعني قد أعطانا عدة أمثلة، منها أوروبا الشرقية وكيف استطاع الحزب الشيوعي أن يسترجع قواه ويعود إلى الساحة السياسية في بعض الدول أوروبا الشرقية. طبعا هو النظام السابق الذي بصدد استرجاع يعني الموقع والتموقع في المشهد السياسي التونسي، ولا يختلف فيها أي مراقب، يعني هو النظام السابق. لكن السؤال المطروح، أين النظام السابق؟ النظام السابق هل باجي قايد السبسي يمثل النظام ما بعد الثورة؟ ومن يمثل النظام ما بعد الثورة؟ منصف المرزوقي. ليه؟ يعني أنا أريد أن أقول بعيدة كل البعد عن يا أنه سيدتي كريمة، يا سيدتي كريمة أتى من بعيد، يا سيدتي واليوم كريمة تقولون لقد خضنا تجربة 3 سنوات انحدار تام. لابد أن نفصل بين هناك فقط أن أوضح كلمة، يعني فقط أريد أن أوضح كلمة. هل باستطاعة ليست تهمة، هي ليست تهمة. أنا أريد فقط أن أقول هل باستطاعة النظام السابق أن يتقبل المشهد الجديد كما عبرت عنه، وهو الديمقراطية الجديدة. سيد حسن مصدق ربما يجيبك على هذا السؤال. يعني جدلية الماضي والحاضر والمستقبل حاضرة في أي فترة انتقالية. كل مرحلة تاريخية حبلى بالتناقضات. يعني لا يمكن قطعا الخروج بطريقة يعني جذرية مع مرحلة تاريخية. نتحدث عن تدريجيا، يعني يكون نتحدث عن تونسيين فيهم الصبي وفيهم الشيخ وفيهم العجوز وفيهم الطفل وفيهم الشاب وفيهم. المسألة لا يجب اختزالها في قطيعة بين جيلين أو منظومتين. يعني تتعايش كل هذه المنظومات في هذه المرحلة. المسألة الأساسية هو أن يستطيع الشعب التونسي أن يتغلب على التحديات، وأعتقد أنه يتغلب على التحدي الأول والمركزي. التحدي الأول والمركزي هو أن يضع كما قلت القطار في الوجهة الصحيحة. بالنسبة للاختيار الديمقراطي، لاحظت كخبير في علم الاجتماع السياسي أن المسألة لم تحسم بعد لسبب بسيط. الشعب التونسي قال كلمته، لكن لو اتجه الشباب الذي لاحظنا أن ثمة نسبة مهمة من العزوف لدى هذا الجيل الذي تهمه الثورة ونتائج الثورة ومكتسبات الثورة ومستقبل الثورة التونسية، لو شارك هذا الشباب وقال كلمته، الشرعية التي سوف تعطى لأحد المتنافسين ستكون قوية، وبالتالي سوف يسهل العملية على أن يدخل الشعب التونسي مرحلة أخرى أكثر نضوجا. حتى نتقدم، ينضاف إلى ربما ما تم اختزاله في هذه الحملة من مواجهة كما كنت أقول قوية بين الحرس القديم وحرس الثورة، ينضاف إلى الاحتقان الذي ميز هذه الحملة، حملة الانتخابات، العنف الخطابي، ينضاف إلى هذا العنف الخطابي عنف من نوع آخر خطابي أيضا بعد تبني جهاديين تابعين للدولة الإسلامية اغتيال المعارضين التونسيين بالعيد والبراهمي. كيف تابعتي أنت هذا الأمر ومدلات التوقيت؟ هل هو للتشويش على الانتخابات؟ هو فعلا هناك في دراسة قمنا بها في المركز الدولي وقمت بها أنا شخصيا، هو ارتباط أولا بلدان ثورة العربية بالإرهاب، وهذا نقطة استفهام كبيرة جدا. ثم أخذت تونس كنموذج، وتونس كنموذج
كل ما يحدث يعني فما نوع من الأحداث السياسية ترتبط بعمليات إرهابية، يعني الأحداث السياسية والعمل الإرهابي الأحداث. واليوم نحن في تونس نعيش يعني دي مومون هيستوريك، يعني لحظات تاريخية نعيش فيها، يعني انتقال ديمقراطي، شعب سيقول كلمته، إذ بنا نسمع بالجماعة تتبنى إنهم هم اللي اغتالوا شكري بالعيد وما إلى ذلك. وبالرغم من أن الجبهة الشعبية تقول إنها تتهم معناها مباشرة الترويكا في اغتيال زعيميها وقائديها، تحملها فقط للتوضيح، تحملها المسؤولية السياسية حتى يكون الأمر واضح، الأمر حتى يفهم بشكل خاطئ. لا، هي تحملها المسؤولية السياسية. يخرج اليوم معناها وتخرج هذه المجموعة وتقول نحن نتبنى، وهناك شكوك وكلام هي مقصودة فعلا، يعني نوع من التشويش على الفترة هذه وعلى خاصة الاختيار الشعبي. دكتور برغاوي يعني باختصار شديد أرجوكم معها لأن لدي فاصل بعد قليل. لا باختصار أن هذه الليلة هي بدأت الانتخابات في باريس وفي فرنسا، والمواطن التونسي مقبل على اختيار، فبالتالي أعتبر هذا الخبر من التشويش فقط، وليس هناك أي أقول لا يعني ترويكا لا تتحمل أي مسؤولية مباشرة كما قلت هناك أن الجبهة الشعبية، لا، الجبهة الشعبية تقولها علنا، تقول أنا أوجه التهمة أن دم بالعيد ودم البراغمي هو مسؤولية، يعني هذا مسؤولية سياسية ولا مسؤولية سياسية، يعني لا نشوش هنا تشويش، لسنا نحن نشوش على الانتخابات الرئاسية، إنما هم يشوشون على أنفسهم. فقط أوفي سيد حسن مصدق. تفضل سيد مصدق. أنا أشرت في البداية إلى تحديين أساسيين، التحديات الأمنية والتحديات الاقتصادية. التحدي الأمني في الفترات الانتقالية للبلدان السائرة في طريق الديمقراطية يهم جميع شرائح المجتمع، لا يهم شريحة دون أخرى، لأن كان المقصود من الاغتيال الشهيدين، وأحدهما كان صديقا بارا لي، هو اغتيال الثورة وإرباك المشهد السياسي والمسار وإدخال تونس في أتون رحى شاهدناها في العديد من الدول العربية. دفع الشهيدين دمهما للثورة. استطاعت الثورة التونسية باتساع أفق مجتمعها المدني والسياسي للخروج من هذا التحدي، وأعتقد أن التحديات المطروحة حاليا على جميع شرائح وقوى الشعب التونسي بمستطاعها أن تتغلب على أي تحدي آخر. نعم، يعني كل الخشية الكبرى اليوم في تونس سواء بالنظر للتحديات الأمنية أو حتى إلى هذا الاستحقاق الانتخابي هي الفوضى. هل ثمة خشية فعليا اليوم من تقارب نتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية؟ الكثير عبر عن هذا الأمر سيد مصدق. لذلك قلت أن التحدي المطروح على الجزء الثاني، الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية، حبذا لو شارك الشباب التونسي بكثافة ليقول كلمة الفصل، لأن لاحظنا بأن الفارق يعني ليس كبيرا. اختلطت الأوراق، ويعني بالنسبة لباحث في علم السياسي لما تلاحظ معي بأن مثلا الجبهة الشعبية تقول أنا أطلب من أنصاري أن لا يصوتوا لمرشح، ولكن في نفس الوقت يعني كنت أنتظر المقابل، أنا أتوجه للشعب التونسي وأقول هذا البرنامج ليس برنامجي لكن الأقرب إليه في الفترة الانتقالية. لم يقولوا هذه الكلمة، لأنها لم تتلقى ضمانات من حزب ثانيا هذا ما خلف عنه الجبهة. نعم، حزب ثقيل في الساحة السياسية التونسية مثل حزب النهضة لا يقول أنا ليس لي مرشح، علما بأن التحدي مثل التحدي يعني انتخابات رئاسية لا يمكن أن يترك حزبا على هذه الأهمية يعني منعزلا أو كأن الأمر لا يعنيه. فبالتالي للخروج من النفق أعتقد بأن الشباب التونسي في المرحلة الحالية في الأيام القليلة يجب عليه أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع ويقول كلمته. أستطلع رأيكما سيدة بدرة جعلولة سيد أحمد البرغاوي بعد فاصل قصير نوافيكم خلاله مشاهدينا الكرام بأبرز عناويننا الدولي. ابقوا معنا. تراجع تنظيم الدولة الإسلامية أمام هجوم الأكراد في شمال العراق.
وفي تسجيل مصور تنظيم الدولة الإسلامية يهدد بقتل 3 جنود لبنانيين محتجزين لديه. وإصابة 9 فلسطينيين خلال تظاهرة ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتل. عودة إلى الاستوديو مشاهدينا الكرام مع ضيوفي سيدة بدر قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية وأستاذة علم الاجتماع العسكري، والدكتور أحمد البرقاوي الخبير في الجيوستراتيجية والجيوسياسية للعالم العربي، والسيد حسن مصدق الباحث في علم الاجتماع السياسي. أهلا بكم جميعا من جديد. لك الآن سيدة بدر قعلول حق التعقيب على ما كنت أطرحه. هل ثمة خشية من تقارب نتائج الانتخابات كما يخشى كثيرون؟ هو فما خشية كبيرة جدا، ونحن نتصور أنه الأيام القادمة أيام ساخنة نوعا ما، لكن أريد أن أضم كلامي. هو غياب الشباب عن المشهد. يعني وأنا كأستاذة نقري في الطلبة متاعي فأقول هل ذهبت لتنتخب؟ فيقولون من ننتخب؟ والسؤال يسأل لي من ننتخب مدام بالله؟ شكون فيهم؟ يعني وهل غياب الكبير، لأنه المشهد اللي كنا نحكيه عليه انه انسان الشاب يفكر يقول بعد 3 سنين ثورة، فما 3 سنين يعني 4 سنين حكم مجموعة معينة وفيهم مرشح للرئاسة، شنو نجم عمل لي؟ وين وصل البلاد؟ هالمجموعة هذه هالمنحدر الخطيرة اللي فيه البلاد، يعني سي فلو ولا يعني هو تقييم للحصيلة، ثم ينظر إلى الوراء. فكما يقال يعني والشيطنة وما إلى ذلك، هذا حزب نداء تونس اللي عنده عامين ويضم يعني فسيفساء من اليسار من اليمين من الأزلام وما إلى ذلك. هذا الكل يخلي الشاب التونسي ياخذ لا ديستانس نتاعو، مسافة يعني من هذه الانتخابات ومن المرشحين. ولهذا أنا نشك برشا إنه بعد الانتخابات وخاصة إذا كان مش يكون بعد الريزولتا بعد النتائج ما تكونش فما كبير، فإننا سوف نخطر، لأن السيد منصف المرزوقي وبدأ يلوح بتزييف الانتخابات، وهذا الخطر الشديد من تزوير الانتخابات. وحذر. نعم. أود أن أسأل الدكتور البرقاوي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يدعو إلى القبول بهذه النتائج التي سيتم الكشف عنها اليوم الاثنين المقبل، والطعن فيها قانونيا في حالة تشكيك في صحتها فقط. يعني لقد عبر، أنا لست المتكلم الرسمي للدكتور منصف المرزوقي بطبيعة الحال حتى لا يفهم من كلامي أني أدافع. لا ذلك ما عبر عنه، لكن هو عبر أنه سيقبل النتائج. ونعرف كما نعرف تاريخ الأستاذ الدكتور المنصف المرزوقي رجل مناضل، والأخت وكأنها تعطي بعض الرسائل أنها تقول هي تدافع عن نداء تونس. طبعا ومن حقها هذا، لا أدافع عن لا نداء تونس، تدافعين. أعطيت بعض الرسائل أعطيتها عن طريق تنفسي. أنا من حقك قراءتك ليست لي رسائل أبعثها ولست موكلة على نداء تونس من فضلك. أنا أقول الآتي لا باختصار شديد. أنا أريد عن المرزوقي يعني إذا كان مش نبدأ نحكي أنا لا أخفي، أنا أريد أن تمر تونس إلى مرحلة ما بعد الثورة، وليست أن نرجع 50 سنة. دكتور أجب على ولم تكن، لأن الوقت يداهمنا. يجب أن نمر إلى المحور الثاني. أنا فقط أجيب. ليست هناك إنجازات كما تقول السيدة الكريمة، وكأن هناك إنجازات كبيرة جدا منذ 50 سنة. هذا سؤالي. لا أخشى من ذلك، بل بالعكس، ومن رفضها من قبل بل بالعكس. أقول لو تقاربت النتائج ستكون هي عنوان للصحة الديمقراطية. أشكركم جميعا. الآن نتحول إلى المحور الثاني. ليبيا الآن إلى أين تتجه البلاد مع تعثر الوساطة الأممية، وساطة المبعوث الأممي برناردينو ليون؟ هل تتجه نحو حوار شامل أم معركة شاملة؟ كيف تتابعين الوضع سيدة بدر قعلول أنت في ليبيا؟ يعني أتابع الوضع لأن أمن ليبيا من أمن تونس، وليست لنا الخيار إلا أن نتابع الوضع. والشأن الليبي خطير وخطير وخطير جدا على ليبيا وعلى تونس وعلى المنطقة، لأنها أصبح هناك يعني فوضى عارمة. فتجد فجر ليبيا، أنصار الشريعة، العصابات ثم تجد جماعة، وخاصة اليوم بما يدعى جنرال حفتر والقوات الموالية له. نعم. القوات الموالية وعملية الكرامة. يعني الوضع في ليبيا في لخبط فوضوي بأتم معنى
معنى الكلمة، ولا يمكن أن نقول أنه يمكن أن تحل مشاكل ليبيا في شهر أو في سنة. يمكن هناك قراءات ومعي في المركز بطبيعة الحال باحثين في الشأن الليبي يقولون أقل شيء بالنسبة لليبيا تحب لها 20 سنة باش تتحل مشاكلها. والمجتمع الدولي لن يترك ليبيا هكذا أولا. أسأل الدكتور البرقاوي، البرلمان المنتخب حتى وضح الصورة حتى لمشاهدينا الكرام، برلمان المنتخب مقره طبرق يرفض الجلوس للحوار، الجلوس إلى المؤتمر، والمؤتمر يرفض أيضا إجراء الحوار في إغدامس، والحوار متعثر. برناردينو ليون يعني ثمة انتقادات كثيرة بالنسبة له أنه لم يحدد مواضيع الحوار، الأطراف التي ستقوم بالحوار. بعض الأطراف تتهمه بأنه منحاز أيضا، لم يعترف بقرار الهيئة الدستورية للمحكمة العليا، ولم يعترف بشرعية البرلمان في طبرق. كيف تتابع أنت هذا الأمر؟ يعني بل بالعكس، خلافا لما يقال ويراج أن المشكلة الليبية ستحل خلال السنوات المقبلة، وأظن أن بعض الأطراف بدأت تعي أن لابد أن تجلس حول طاولة الحوار. وأنا أريد، وقد أكدت هذا عدة مرات، أن لابد لتونس أن تلعب دورا ما في تشجيع الأطراف المتصارعة والجلوس حول الطاولة كما فعل في تونس. وقد أكدت بعض الأطراف التونسية ومنها الأستاذ راشد الغنوشي والسيد باجي قيس سبسي أيضا والمنصف المرزوقي أن لابد للأخوة الليبيين أن يجلسوا حول طاولة الحوار. لا تعمل على هذه الوساطة الأممية؟ لا نثق في هذه سيدة بدر. لا نثق فيها. لا أثق فيها. الوضع الليبي وضع معقد بالقياس مثلا إلى البيان رقم 28 لرئاسة الوزراء، أقصد الحكومة المؤقتة، أشار إلى شيء مهم. بدأنا حتى نوضح لمشاهدينا، طبرق تتحدث طبيعة الحكومة المؤقتة لا المؤتمر. أشار إلى مسألة أساسية، مما يعني لو تقرأ البيان أن المسألة تحولت إلى ماذا؟ إلى من يستولي على مثلث الموانئ النفطية، الهلال النفطي في الشرق، راس نوف، نعم، ناس سدرة، والمحيط الجغرافي الذي يتمتع بالموارد النفطية. كل الخبراء يتفقون على شيء مهم، ليس بمستطاع أي فريق أن يحسم المسألة عسكريا. لماذا؟ لأن الوضع الليبي تم تدويله، وبالتالي هناك فرقاء خارجيون يتحكمون في الدمى الداخلية. أصبحت حرب بالوكالة كما يقول أو يصفها البعض. البيان الأخير الذي صدر عن دول ساحل الصحراء، أقصد بوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد وموريتانيا، يطالب المنتظم الدولي بضرورة تدخل دولي. أنت استبقت هذا الأمر. أنا أود أن نركز على الحوار قبل أن نصل إلى هذه النقطة. مسألة الحوار نحن أمامنا برلمانان، حكومتان، حكومة في طرابلس وحكومة في طبرق، ولنا أيضا قوتان، القوات الموالية لحفتر، والقوة الثانية هي قوات فجر ليبيا. عندما أشير إلى هذا الثلاث نقاط، أن الوضع الليبي وضع لا ينفصل عن ما يجري إقليميا من مكافحة إرهاب وما إلى ذلك، مما يتطلب ضرورة تدخل قوى خارجية أجنبية على أساس حسم المسألة، أو إرغام الأطراف كلها للجلوس إلى طاولة الحوار. على المستوى الداخلي الوضع متأزم. مثلا لاحظ معي، وفد من الإخوان يتجه إلى أمريكا يعرض مسودة من 3 نقاط. النقطة الأولى، نشارك في حكومة ائتلافية، أن يتخلى اللواء حفتر على أي منصب عسكري أو سياسي، للاعتراف بالطرف الآخر. الطرف الآخر البارحة ماذا أصدر؟ ترقية اللواء حفتر إلى مرتبة فريق أول. ماذا يعني هذا؟ يعني بأن الأمر سيظل على ما هو عليه، وبالتالي لا نرى بصيصة من الأمل، ونعلم علم اليقين بأنه في الحالة الليبية ما لم يتفق الفرقاء الليبيون، ما لم يتفق هؤلاء على حد أدنى وعلى برنامج توافقي، فاعلم أن ليبيا متجهة إلى الهاوية. هذا واضح. الآن دائما في سياق ما كنت تقوله وتوضحه،
ما الهدف من هذا التصعيد، خاصة كل الأطراف تدعو إلى وقف السلاح؟ ما الهدف من هذا التصعيد؟ هل ثمة بحث عن تحقيق أهداف عسكرية، أهداف سياسية على الميدان بطريقة عسكرية من أجل الضغط على المفاوضات ودخول هذه المفاوضات من منطلق القوة شوف بين فجر ليبيا والقوات الموالية للواء خليفة حفتر؟ شوف أنا قلت لك من الدقيقة الأولى إنه ليبيا مش فجر ليبيا وقوات حفتر، يعني دخلت فيها معناها أطراف متشعبة. درنا سي داعش، درنا كي نقولوا درنا مش نقولوا داعش، يعني أنصار شريعة، إرهابيين متطرفين، يعني التغام معناها الأرضية وكر دبابير كما يصف رئيس المالي ولا وكر يعني والعيون كلها متجهة إلى البترول وإلى الغاز، يعني وهناك العديد من المحاولات إنه حتى الليبيين في حد ذاتهم باش يقعدوا مع بعضهم على نفس الطاولة وباش يتحاوروا، لكن لا مجال إلى الحوار، فالكل يجد مصلحته في الفوضى في ليبيا. نعم. وحتى التدخل الأممي، يعني باش نشوفوا إنه ولات فما معسكرات بالوكالة، المعسكر القطري التركي والمعسكر الإماراتي المصري يعني دخلوا في ليبيا، وهذا يعني بالوكالة لصالح من؟ هل لصالح ليبيا؟ هل لصالح المنطقة؟ أم هل لصالح تجار السلاح والأزمة؟ أسأل الدكتور البرقاوي، وكان السيد حسن مصدق قد أشار إلى هذا الأمر بالإضافة إلى رؤساء مالي والسنغال أيضا اليوم في قمة نواكشوط 5 دول من دول الساحل دعت الأمم المتحدة للتدخل في ليبيا بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي. هل هذا يعني دكتور البرقاوي أننا نحن أمام الفرصة الأخيرة قبل الحسم العسكري وتدخل المجتمع الدولي في ليبيا بهذه الوساطة الأممية؟ يعني للأسف أن الوساطة الأممية لم تفلح إلى حد هذه الساحة في على الأقل في حلحلة القضية الليبية. لكن أقول أن ما أشارت إليه الأستاذة أن هناك مخابرات دولية تسعى إلى الاستمرار في الفوضى. طبعا هناك طبعا أطراف دولية تسعى إلى كسب المزيد من التموقع داخل الدولة الليبية. لكن لا أشاطرك الرأي أن هناك من يسعى الآن إلى الحوار. هناك كما قلت في تونس هناك ما بعد الثورة وما قبل الثورة. هناك في ليبيا حفتر لا يمثل الثورة الليبية، حفتر يمثل المصالح المصرية الخليجية. تقولين أن قطر وتركيا أيضا يسعان، طبعا لكل دولة لها مصالحها، لكن أقول أن الأطراف الإقليمية مثل الجزائر والمغرب وتونس لابد أن يلعبوا دورا هاما في القضية الليبية. دكتور البرقاوي ما عادش يتناقشوا هما أصلا لأنه لا يوجد مع من نطرح المشكلة. المحكمة الدستورية يعني حكمت بعدم شرعية برلمان طبرق. فبالتالي كل الشعب الليبي الآن يعرف القضية. لم تجيبني على سؤالي على السيد حسن مصدق يجيبني عليه، هو الذي طرحه دول الساحل اليوم تدعو إلى تدخل عسكري في ليبيا. هل نحن ماضون إلى ربما هذا الأمر سيد مصدق؟ المسألة يعني لاحظ معي الوضع ما يجري في شمال مالي وتشاد والنيجر على حدود تونس الجزائر، يعني مخزون الأسلحة الذي رهيب يعني انطلق من ليبيا يعني شيء لا يمكن أن تتصوره. فبالتالي موقف دول ساحل الصحراء موقف واضح، يعلمون علم اليقين بأن تداعيات الأزمة الليبية مستمرة، وبالتالي هذه الدول مهددة لأسباب شتى، دول ضعيفة، عدم وجود جيش قوي، حدود شاسعة واسعة لا يمكن التحكم فيها، والوضع الليبي يعني في الماء العكر تنمو الطحالب. ومن ثم المبعوث الأممي، لاحظ معي التناقض الغريب، برلمان ينتخب، مؤتمر انتهيت ولايته، هيئة دستورية تعلن بطلان برلمان طبرق. في نفس الوقت الدول الكبرى تتعامل مع هذه الحكومة المؤقتة التي نجمت عن انتخاب البرلمان الأخير. ماذا يعني ذلك؟ هنا أشاطر يعني الرأي القائل بأن ليبيا فوضاها لم تبدأ بعد، بمعنى كل المؤشرات على الأحمر، لأنه إذا ترجمت ما يجري على مستوى سياسي أقول لك بصراحة لا حل يلوح في الأفق. ومن ثم
يعني الدول سواء مصر سواء الجزائر أو تونس يعني مقبلة على تحديات كبيرة 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 للغاية، لأن الدول التي ارتضت التدخل في ليبيا وإسقاط نظام العقيد القذافي بمجرد ما انتهت من هذه المهمة تركت الحبل على الغارب وانسحبت. واضح. نود أن أريد أن تعقيب صغير نعم قبل المحور الثالث والأخير حتى لو في المحور حقها أيضا. ليبيا وتداعيات على تونس الجزائر ومصر. يعني وقت اللي تقول لي فما معسكر معناها مصري، مصر درنا 5000 معناها 5000 مجاهد مصري ينتمون إلى داعش مرابطون على الحدود المصرية. يعني هل تمت مبايعة الدولة الإسلامية في برقة لديك معلومات؟ نعم. تمت المبايعة ودرنا أيضا تمت المبايعة، وهذا خطر معناها لا يمكن أن نتحمله حتى نحن في تونس. ثم في تونس نعرفوا أنه إذا كان الأمور معناها تأزمت فإن اللاجئين الليبيين سوف يجدون معناها مكانهم في تونس. ونحن في تونس يعني عندنا مشاكل، هم موجودين عندنا 2 ملايين مليون أو مليونان 2 ملايين يعني مش نقول لك حاجة عن معناها هذا مصدر موثوق. يعني يوميا تشد على الحدود الليبية التونسية 50 سيارة فيها سلاح. هذا ما كان يتحدث عنه أيضا السيد حسن مصدق. الآن مشاهدينا الكرام المحور الثالث والأخير، الجزائر. على ضوء أنباء نقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعلاج في فرنسا في بداية هذه الأسبوع، ونفي الرئاسة أو مصادر مقربة من الرئاسة لهذا الأمر، ما ستكون السؤال الذي نطرحه تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على البلاد، أسعار النفط التي تراوح تقريبا $60 بعد كانت مرتفعة، خاصة ونعرف أن الجزائر يقال أنها تتعامل كرجل إطفاء مع المشاكل الاجتماعية داخل البلاد كل مرة بضخ الأموال، ولكن ليس هناك علاج عميق للمشاكل. دكتور برقاوي، كيف تتابع أنت هذا الأمر؟ يعني مشكلة الجزائر أيضا بدأت تلوح في الأفق، وكأنها مشكلة ليست فقط اقتصادية وإنما هي أيضا سياسية، لأن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة يبعث على القلق، وبالتالي لم تحسم الآن إلى حد هذه الساعة يعني مسألة خلافة عبد العزيز بوتفليقة، مما يرجح أنها ستكون أزمات يعني فيما بعد، أو تفعيل المادة 88 في الجزائر التي تتحدث عن شغور كرسي الرئاسة بالنظر إلى صحة الرئيس. نعم. هذا ما طلب به المعارضة. نعم. فبالتالي لكن حسب ما نراقبه أن ليست هناك خوف على لأنه ما يروج الآن على مشكلة النفط والهبوط البرميل للنفط هل سيؤثر على الاقتصاد الجزائري وعلى السلم الاجتماعي. نحن نعلم أن الدولة الجزائرية تنفق حوالي 60 مليار دولار على السلم الاجتماعي، ولم نرى يعني هناك استثمارات أو تنوع في الاقتصاد الجزائري، مما سيسمح لو وقعت هناك أزمة اقتصادية من خلال هبوط البرميل البترول، هل هناك تعويضات، هل هناك موارد أخرى. فبالتالي هذا ما بصدد مراقبته. سيد حسن مصدق، كل ما أتمناه لا تزر وازرة بأخرى. لو لا أعلن فراغ يعني كرسي رئاسة الجمهورية يعني المهم. فسر لي هذه النقطة، لو أعلن فراغ كرسي رئاسة الجمهورية يعني المسألة تتحول إلى أخطر من وجهة نظر الحال. لو لاحظت معي ما سمي في سنة 1988 بالربيع الجزائري الأسبق. لاحظ معي كيف مر الصيف، كان صيفا حارا تتعطل فيه الكهرباء، ينقطع الماء على المدن الجزائرية الكبرى أحيانا مش لمدة ساعات، لأيام. انخفاض حاد في أسعار البترول، صراع على السلطة، تصدع الجبهة أو المكونات الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي الجزائري، أدت إلى ماذا؟ إلى لهيب حرب أهلية دامت من سنة 1992 إلى سنة 2000 أدى فيها الشعب الجزائري ثمنا باهظا. يعني هذا السيناريو يتكرر حاليا. يعني سعر البترول وصل إلى $60. كل المؤشرات تشير إلى أنه سينزل إلى $40. بالنسبة للخبراء الاقتصاديين، مجموعة دولية واحدة بإمكانها مجابهة هذا الوضع هي دول الخليج العربي، كونها تتوفر على مخزون مالي حوالي 2450 مليار.
فبالتالي يمكن أن تصمد أمام هذا الانحدار السريع. أيضا الدول المتضررة روسيا، فنزويلا، الجزائر على رأس القائمة. وصحيح أن ما مكن الجزائر إلى حد ما من امتصاص تداعيات الحرب الأهلية إنفاقها على السلم الاجتماعي، لكن الدول التي تعتمد في ناتجها الخام على أكثر من 90% من ريع النفط سوف يتضرر اقتصادها والسلم الاجتماعي، لأنها لن تجد ما سوف تنفق به على الشعب، ومن ثم تتفجر التوترات، يدخل المجتمع في أتون أزمة حادة. نحن لا نرجو الجزائر أن تدخل هذا. هل سيناريو 88 قد يتكرر بتراجع استبعد؟ إن شاء الله لا، على كل حال. أما أتمناه، لأن لا أتمناه، لا نتمناه للجزائر، لأن العيون على الجزائر، يعني العيون المؤشرات يعني تقريبا يتحدث لا أغلبها سيد حسن مصدق موجود بعضها الآن. ربما أنا لا أقول أن التاريخ سيعيد نفسه، لأن الجزائر، وهذا لا نرجوه، ثم إن الجزائر قد استوعبت الدرس. كيف؟ استوعبت الدرس، ولا يمكن للجزائريين أن يرجعوا إلى عشرية سوداء و300 ألف قتيل والأخ يقتل أخوه. يستحيل. يعني السلم الاجتماعي في الشارع، المظاهرات في الشارع، يعني باش يخرج مظاهرات ثم سوف تغذى ثم سوف تشتعل، يعني هناك قوى إقليمية يساعدها هذا الوضع. أنا أرى لأن هناك عقلاء في الجزائر سوف يتداركون الوضع، بالرغم فعلا أنه المستوى الصحي للرئيس بوتفليقة هو يعني حرج نوعا ما، لكن متأكدة أن في الجزائر رجالات وعندها رجالها اللي صحيح أنه لا يلوح في الأفق من يمكن أنه سوف يأخذ مكان بوتفليقة، لكن أنا أتصور أن الجزائريين حذرين، وأن هناك رجال في الجزائر لن يتركوا لمن يريد أن يتدخل في الجزائر، ونتمنى السلم للجزائر. كما قال الدكتور البرقاوي، الأزمة ربما كما يقول كثيرون هي أساسا سياسية بالأساس قبل أن تكون اقتصادية. والنائب المستقل السيدة حبيب زغاد الجزائري يحذر من أن الشعب الجزائري لن يجد شيئا يأكله في حالة استمرار انهيار أسعار النفط. دكتور البرقاوي، ما رأيك في هذا الأمر؟ هل ثمة مبالغة في القول؟ يعني هناك مبالغة في القول طبعا، لأنه الاقتصاد الجزائري يمر بمرحلة يعني أعتبرها صحية، ليس فقط من المخزون البترولي، وإنما استطاعت الجزائر، الدولة الجزائرية، أن تستثمر أيضا في بعض الطاقات الأخرى البتروشيمي، واستطاعت الآن أن تبني لها الطاقة الشمسية أيضا في الصحراء. ولها، وهي طبعا لا ننسى أن الجزائر مصدر الغاز الطبيعي أيضا، هي ثاني دولة تصدر الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد روسيا، وهي يعني المرتبة يعني 11 عالميا في المخزون البترولي العالمي. بالتالي لا أخشى على الجزائر، لأن عندها 200 مليار دولار الآن اكسيدون، يتسمى فائض يعني في خزينة الدولة، ربما خلال 3 سنوات. سيصدق أريد أن يتم فقط. أنا لا أخشى على الجزائر لأن لها مخزون أيضا شبابي وكفاءات في أقل من 20 ثانية. أرجو سيد مصدق. نحن لا نتمنى، لكن لا تدرك الحياة بالتمني. تقارير صندوق النقد الدولي تقول بأن الاقتصاد الجزائري، وأصحح للأخ، يقوم في مدخوله على 92% من عائدات النفط. تصور لو انهار سعر البترول إلى 40 دولار كما كنت تقول، وممكن أن تقاوم الجزائر سنة، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، لكن ثق بأنه إذا استمر الصراع السياسي حول السلطة، إذا استمر الصراع السياسي والتوترات الاجتماعية وانهيار الأسعار، يعني ثق بأن جميع الدول التي لا اقتصادياتها على اقتصاد يعني محكم البناء سوف تتضرر. أنا أريد أن أطمن المشاهد، لن يهبط البترول ولا لا يهبط أقل من 70 يلزمنا نعرفوا علاش هبط البترول. يعني داعش استولت على أبار بترول وقاعدة تبيع في السوق السوداء، ثم اللي قاعد كاين فيه نفط صخري أمريكي في السوق، ثم أغلق السوق بالنفط الصخري. صحيح نمشي معك، لكن من يلوح ويتكلم عن هذا، لأنه هناك من يريد للجزائر هذا. أشكركم جزيل الشكر في الاستوديو سيدة بدر قعلول
الدول التي جاءتنا من تونس، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية وأستاذة علم الاجتماع العسكري. كل الشكر جزيل لك على قبول هذه الدعوة. كل الشكر أيضا مشاهدينا الكرام للسيد والدكتور أحمد البرقاوي الخبير في الجيوستراتيجية والجيوسياسية للعالم العربي. والشكر موصول أيضا مشاهدينا الكرام هنا في الاستوديو للسيد حسن مصدق الباحث في علم الاجتماع السياسي في مركز الدراسات العالم العربي والشرق المعاصر بباريس. كنتم معنا مشاهدينا الكرام في النقاش المغاربي. شكرا لكم وإلى اللقاء.